أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم صلاة التهجد في آخر الليل جماعة في رمضان، حيث ظهر من يقول إنها بدعة، وكذلك الزيادة على 11 ركعة؟ هؤلاء كسالى يريدون النوم ويلتمسون لأنفسهم الأعذار ويثبطون الآخرين. هم إذا صاروا كسالى ولا يريدون الخير لماذا يثبطون الناس عن التهجد في رمضان وفي العشر الأواخر؟ هل الصحابة يكونون مبتدعة؟ الصحابة كانوا يصلون التهجد جماعات في المساجد، هل هم مبتدعة؟ أليسوا صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ليالي من رمضان؟ لكن هؤلاء كسالى ويريدون، وربما أن بعضهم أئمة مساجد ويشق عليهم الصلاة بالناس ويريدون التخلص يلجؤون إلى هذه الحيل. بدعة هذا ما الأصل، هذا كذا وكذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.